اليوم قررت نوجد معكم أكلة ديال البرد بامتياز، ولكن فيها السهولة ديال الأكلات الصيفية. غادي نوجد معكم مقيلة ديال الكفتة بالبطاطا والجلبانة، كتجي شي حاجة روعة. وأول حاجة بديت بها هي غسلت مزيان يدي، كيف ما كتسمعوا صوتي راني ضربني البرد، يعني خص الغسيل بطريقة مضاعفة في هاد الوقيته هادي باش نوكلوا الناس شي حاجة نقية. وجدت المسائل ديالي كامله، العطريه اللي درت مع البصيله اللي شلطت، وغادي نخلي بصيله واحده اخرى تقريبا في المجموع واحد 2 بصلات كبار. درت التحميره، درت سكينجبير، درت شويه ديال الكمون قبيسه صافي، وخلطت بها المسائل ديالي كامله. ما كاينش الخرقوم، ولكن كندير القزبور حبوب مطحون، كيعطي واحد اللذه زوينه للكفته. هذه جغجغت بها الكفيته ديالي باش كتجيب بنينه، وديك البصيله ديالها خلاص راه كطيب في الوقيته ديال الطياب ديال كلشي، وكتجي كروكونط من الداخل، كيجي واحد المذاق زوين. البصله الاخرى اللي بقات لي درت معاها الملحه والبزار وقطعتها جوانح كيف ما كتشوفوا، قليتها مزيان. اهم حاجه تقليوها غير مع الملحه والبزار باش كتدخل فيها البنه، وما كنديروش العطريه اللي ملونه باش ما كتحرقش لينا. بالنسبه للثوم، اما ديروا ضامه الثومه اللي ما كانش عندكم الوقت، اولا ديروا الثومه طبيعيه. كنكب فيها الماء وكنكب فيها الجلبانه وكنسد عليها في الطنجره ديال الضغط. شوفوا الثومه هنا راه درت خير الله، راه تقريبا 3 دروس كبار ديال الثومه، لحقاش الوقيته ديال البرد راه كتجانس مع الثومه. قليت الكفيتات ديالي، انا خدمت بالكفته ديال البكري. تقدروا تخدموا بديال الدواجن، غير هي ديال الدواجن غتكون التتبيله ديالتها بوحديتها. تقدروا تشوفوها في الفيديو اللي سبق وحضرت معكم، نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. الكفته ديالي كنطيبها علاين قربت الطيب. بالنسبه لهنا كتشوفوا ديك البصيله ديالي راها دبلات. دابا غنرجعوا نفس لو ريسيبيون اللي قليت فيه الكفته، غادي نخلي فيه داك الزيت ديالو ونيت باش غنخدم. غادي ندير فيه صلصه الطماطم، اللي ما عجباش تخدم بهذا الشيء اللي ماشي طبيعي، تحك واحد تقريبا 3 المطيشات ودير معاهم شويه ديال السكر واليازير وبزيره وشويه ديال الملحه. كنزيد انا هنايا شنو تيقولوا لي هذاك الربيع المعدنوس، وكنلوح هذيك البصيله ديالي وجلبانه. هنا غنتهناو من قضيه ان الجلبانه ما كطيبش دغيا. البطاطا حتى غنقطع رقيقه، غادي نحطها وسط المسائل كامله. اللي ما كيبغيش المسائل طيبه بزاف، ما كيبغيش مثلا الخضره طيبه زياده على اللزوم، الجلبانه كتقيسيها كتلقايها صافي دابت، يحاول في الوقيته اللي طيبها في طنجره الضغط يطيبها غير نص طيبه باش تبقى ليها الوقت باش طيب مع بطاطا. داكشي كيبقى مساله اختيار. حنا في الدار كيعجبهم كلشي طيب زياده على اللزوم، دونك كل واحد يتقاد بالعبر ديال دارو. صافي هادشي اللي كاين. كنرجعها كيتسامر داكشي مع بعضياتو صافي. اون فوا كيطيب واخا تبان لكم بحال هكايا راه ما كاينش الزيت زايد، راه صافي المرحله الاخرى اللي غطيب فيها غادي البطاطا غادي تطلق داك النشا ديالها، وغيبان لكم كلشي تقاد مع بعضياتو وكلشي ولا هو هذاك. بشرط انكم ملي تشريو الكفته ما تشريوهاش فيها الشحمه بزاف، حيت هي اللي تقدر تخربق لكم المعايير والقياسات ديال الزيت. انا بالنسبه لي هنايا الكفته كانت مزيانه ما فيهاش الشحمه بزاف، يعني نص غير بالجهد اللي تعطي فيه البنه. كندير الزيت على حساب هذه القضيه هذه، وبالصحه والراحه راه هكا تعتق.